بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا النهاردة يوم 29 بقونة، يعني 29 من الشهر القبطي، وزي ما انتوا عارفين ان احنا دايما يوم 29 من كل شهر قبطي بنحتفل بثلاث أعياد سيدية كبار اللي هم عيد البشارة وعيد الميلاد وعيد القيامة. عيد البشارة دايما يبقى يوم 29 برمهات، وعيد الميلاد 29 كيهك، والقيامة برضو تذكرها في السنكسار 29 برمهات. الحقيقة العيد ده بيتكرر تقريبا 10 شهور في السنة، وعشان كده بنصلي بالطقس الفرايحي في الكنيسة. الحقيقة الثلاث أعياد دول نقدر نطلع منهم بتعليم حلو، إن هم بيمثلوا ثلاث أفعال أساسية في كل عمل وكل نشاط وكل خدمة وكل حتى ممارسة روحية أو تدريب روحي. هم ثلاث أفعال مطلوبين لأي نجاح. عندك حاجة عايزها تنجح، امشي على الثلاثة دول. عندك حاجة عايزاها تمشي حلو، امشي على الثلاثة دول. ثلاث أفعال اللي هم إيه؟ نقولهم كده ملخص، وبعد كده إيه نتكلم عنهم شوية بالتفصيل. أول حاجة عيد البشارة. إيه اللي حصل في البشارة؟ الملاك بشر العذراء. أول ما الملاك أو رئيس الملائكة الجليل جبرائيل بشر العذراء، اتوجد جنين في بطنها، صح كده؟ ده بداية الحبل المقدس. حد شاف حاجة؟ لا. يبقى دي حاجة مش مرئية، فنحط قدامها أول فعل إن أي عمل بنعمله، أي حاجة عايزين نخطط لها ونرتب لها، بتبتدي بإيه؟ بفكرة، والفكرة غير مرئية. ماشي كده؟ بعد 9 شهور أمنا العذراء ولدت مين؟ الجنين اللي كان في بطنها كبر واتولد يسوع المسيح، مش كده؟ فيبقى هنا في حاجة اتشافت بالعين. الأول كانت حاجة غير مرئية، دلوقتي بقت إيه؟ بقت مرئية. فالفعل الأول هو الفكر، الفعل الثاني هو العمل. يعني أنا بفكر في حاجة وابتديت أعمل، انتقلت من مرحلة الكلام إلى مرحلة إيه؟ الفعل. يبقى أدي البشارة فكر، الميلاد عمل. أمال القيامة، نعتبر بقى القيامة هي النجاح وجني الثمر والحصاد. لأن خطة الخلاص، وزي ما أنا قلت من شوية إن دول 3 أعياد سيدية كبار. أول عيد البشارة بنسميه بكر الأعياد السيدية. طيب بعد بكر الأعياد السيدية عندنا إيه؟ عندنا الميلاد، وبعد كده القيامة. هو خطة الخلاص خلصت على البشارة؟ لا. خلصت على الميلاد؟ لا. لكن أساسها إيه بقى؟ موت المسيح على الصليب وقيامته وصعوده، وبعد كده إرسال الروح القدس على الكنيسة. ده كده تتميم لقصة الخلاص. يبقى البشارة تمثل فكر. أي حاجة عايز تعملها الأول بتفكر. نمرة 2، طب ما في واحد قاعد بيفكر يفكر 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 وما بيبطلش تفكير. اللي بيفكر كتير زيادة عن اللزوم عمره ما هيعمل حاجة. بالظبط عاملة زي إيه؟ في واحد عايز يعمل حاجة فعمال يتكلم معاه ده ومعاه ده ومعاه ده. كتر الكلام مش هيوصل لحاجة. أيوة اتكلم شوية، فكر شوية، لكن في الآخر لازم تحول الفكر والكلام إلى إيه؟ إلى فعل. سامحوني يعني هقول مثل. يعني تيجي بنت مثلا بتعترف تقول لي إيه؟ أنا تقدم لي ولد، فأقول لها مبروك يا بنتي، ربنا يكمل لك على خير. بس هي ملاحظة حاجة، إنه بيتكلم كتير. يعني إيه بيتكلم كتير؟ يعني تخيلوا واحد خاطب واحدة أو تقدم لها، بيكلمها الصبح وهي بتشتغل وهو بيشتغل 5 6 7 مرات. خلصنا الشغل روحنا، اللي وراه حاجة وخدمة يبتدي بقى يستلمها في المساء والسهر، من الساعة 9 للساعة 12 تليفون. فالبنت بتقولي رأيك ايه؟ قلت لها ماليش غير رد واحد، اللي بيتكلم كتير فعله قليل. لما هو فاضي للكلام ده كله هيفضى امتى يشتغل؟ هيفضى امتى يوضب بيته؟ هيفضى امتى يخطط ويرتب وينظم ويروح ويجي؟ هي قاعدة عامة، اللي بيتكلم كتير فعله ايه؟ فعله قليل.
على فكره احنا ساعات بنبقى في امور حياتنا كده. يعني انا في ناس تيجي تقول لي ايه يا ابونا اديني تدريب لكذا. فطبعا القاعده العامه بنقول التدريب الروحي ينتج عن احتياج. انا مش ببيع تدريبات في سوبر ماركت، تعال اديك شويه تدريب عندي في الدرج. لا، انت حالتك الروحيه ايه، انت مشاكلك ايه، انت ظروفك ايه، فانا بتدرب على حاجه محتاجها. يعني في واحد مثلا عنده مشكله ان هو سنه كبرياء، في واحد عنده خلقه ضيق احتماله ضعيف، في واحده ممكن يكون مشكلتها بتتكلم كتير. دي كلها مشاكل. طب انا عشان ابطل الكلام ده باخد تدريب قدام الحاجه اللي تعباني عشان اتعلم منها، مش كده ولا ايه، واستفيد منها. فيبقى في فكره، الفكره بعد شويه لازم تتحول الى ايه، الى فعل. لو ما تحولتش الى فعل يبقى عمره ما هيعمل حاجه، يبقى هينتهي الى ايه، كلام 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 كلام. بعد الحاجه ما تتحول الى فعل ده شيء كويس، بس هو فعل وخلاص برضه. يعني انا قررت ان انا اغير شغلي، سبت الشغل، جيت ادور على شغل ما لقيتش شغل، فقررت اعمل مشروع وانا ماليش خبره قوي يعني، فعمل مشروع. ويجي واحد يعمل مشروع يقول لك هاخد محل وهتاجر في كذا وكذا وكذا، ماشي كويس. طب فكرت كويس على البركه وربنا يسهل؟ لا، مفيش حاجه اسمها على البركه وربنا يسهل. انت لازم تفكر كويس وتستشير وتعرف كل حاجه. عشان كده هنتكلم بعد شويه عن محددات الثلاث نقط دول. طيب في الاخر فتح المحل وابتدى يشتغل، تيجي بعد سنه تقول له اخبارك ايه؟ يقول لك مش عارف يعني، مش ده انا كنت في الماهيه بتاعت الوظيفه اللي انا كنت فيها كان دخلي احسن. طب انت بتكسب كام؟ يقول لك مش عارف، اهي ماشيه. طب انت بتحسب بتكسب ولا بتخسر؟ انت ماشي ازاي؟ انت بتتقدم ولا بتتاخر؟ مش عارف. ده كلام مش مظبوط. اهو ده نقل من الفكر الى الفعل بدون ترتيب، بدون تخطيط. وبعدين نقل من الفعل الى المرحله الاخيره اللي هي المفروض الحصاد وجني الثمر، مش كده؟ وما فكرش يقعد يحسب هو بيكسب ولا بيخسر. ما فكرش. القصه مش انك تشتغل وخلاص، يعني احنا قلنا فكره تبقى فعل، الفعل بعديه حاجه تانية اسمها جني الثمر. في فلاح يجهز الارض بتاعته وبعد شويه يبتدي يحط البذره ويبتدي يراعيها، وبعدين لما يجي موسم الحصاد يلاقي كل اللي هو جناه كلام فاضي، وكان في مثلا دوده جت ولا في فطر جه ولا في مشكله، ولا كان بيتابع ولا يعرف، ما اداش كيماوي، ما اداش سماد، ما سالش حد خبير يعني اذا كان مهندس زراعي ولا حاجه. وفي الاخر تعبه كله الكام شهر اللي فات طلع على ايه؟ على ما فيش. وبعدين الغريب بقى يجي ايه؟ الدوره اللي بعدها يعمل ايه؟ يكرر نفس الكلام. ازاي تكرر نفس العمل وتتوقع انك تاخد نتائج مختلفه؟ ما ينفعش. عشان كده حتى موسم او فكره الزراعه ينطبق عليها الثلاثه اللي احنا بنقولهم. وعلى فكره انتوا تعرفوا ان المواسم الزراعيه هم ثلاثه اللي احنا الكنيسه خدتهم، اللي هي المناسبات بتاعتها. يعني احنا عندنا دلوقتي في الكنيسه احنا في موسم بنسميه موسم ايه؟ حد يعرف؟ موسم الفيضان. هو طبعا دلوقتي مفيش فيضان يعني، بس الكنيسه ابتدت من اول 12 بقونه اللي هو يبتدي في نص يونيو لغايه 10 بابا اللي هو في نص اكتوبر، دي اطول فتره. فتره الفيضان بنعتبرها تجهيز الارض للزراعه، صح كده؟ طب بعد ما الارض اتجهزت المفروض نعمل ايه بقى؟ نحط البذره. ده الموسم الثاني سميه موسم الزراعه، اللي هو من 11 بابا لحد نص اكتوبر، اللي هو في نص اكتوبر لحد 11 طوبه نص يناير. طيب جهزنا الارض، حطينا البذره، نيجي بقى الموسم الثالث اللي هو موسم الحصاد، اللي هو من 12 طوبه يعني من نص يناير لحد 12 بقونه اللي هو في نص يونيو. ونعمل ايه؟ نعيد من الاول. على فكره التقسيم ده عارفين مين اللي عامله؟ اجدادنا الفراعنه، واجدادنا الاقباط خدوه منهم. وعشان كده الشهور القبطيه اللي هي مبنيه على الشهور الفرعونيه هي اللي المزارعين ماشيين عليها لغايه النهارده، مسلم ومسيحي كلهم شغالين على الشهور القبطيه. ليه؟ لان ده تقسيم سليم لفكره الزراعه. احنا بنجهز الارض بالفيضان، مش كده؟ ميه تغرق الارض تبتدي تجهزها، بعد كده نحط البذره. بعد ما احط البذره يجي موسم الحصاد، لازم اسال نفسي
انا جنيت ايه ولا انا ما جنيتش ايه. هقول لكم كده كم نقطه فيها الثلاثيه بتاعتنا دي. حضراتكم كلكم جايين تحضروا الكنيسه صح كده؟ ده 3 مستويات. انا جيت الكنيسه، ده اول مستوى الفكر، انا قلت عايز اروح الكنيسه. الخطوه الثانيه في حاجه اسمها التفاعل. انا جيت حضرت القداس، طب وانا قاعد في القداس سامحوني يعني في ناس ممكن تلاقيه قاعدين في القداس ماسك الموبايل وقاعد ايه يعمل حاجه، ولاد صغننين قاعدين شمامسه ياما بتحصل يعني، ولاد بنعلمهم يعني، الولد واخد له ركن كده او قاعد في الاخر، هو مبسوط انه قاعد في اخر دكه وماسك الموبايل، ما اعرفش بيبعت رساله ولا قاعد بيلعب، محدش عارف. هو ده كده متفاعل مع الكنيسه؟ لا. طب حضراتنا وحضراتكم حضرتوا القداس، المعلم بيقول والشمامسه بتقول الحان والتسابيح وبقت الحاجه كلها معروفه عند الكل، والشاشه عليها الكلام قبطي وعربي وكل حاجه. طب بتقولوا مع المعلم والشمامسه ولا لا؟ في ناس قاعده ما بتقولش مع انه بيعرف يقرا وشايف الحاجه قدامه، يبقى ده حاضر بس مش متفاعل، ده عمل زي اللي اتكلم وما ايه وما عملش حاجه. طيب انا جيت ومتفاعل، جه وقت التناول، كم واحد دخل يتناول؟ زمان ونشكر ربنا يعني، ايام لما كنت يعني انا شماس صغير مع الجيل بتاعنا، كان في عاده ما كانتش حلوه لغايه لما الكنيسه وقفت وقفه وظبطت الدنيا. ايه هي؟ جزء كبير من الشمامسه اللي حاضرين قداس ولابسين التونيا ما كانوش بيتناولوا، فطلع قرار اللي مش هيتناول ما يلبسش. فمن ساعتها ما فيش شماس بيصلي الا هو ايه بيدخل يتناول. كان ساعتها برضو لو الكنيسه مليانه زي حضراتكم كده، اللي كان يدخل يتقدم للمناوله ما يزيدش عن 10%. فابتدينا الاباء، ده مش في جيلي، ده الجيل اللي قبلنا يعني، ابتدوا ينبهوا ما ينفعش الكلام ده، مبنى الكنيسه ده متصمم عشان طقس القداس وسر التناول، فيبقى كلنا لازم نيجي نشترك. اللي مش عامل حسابه يعمل حسابه، مش هقول اللي مش عامل حسابه ما يجيش، لا انا بقول اللي مش عامل حسابه ايه يعمل حسابه، ينام بدري ويكون متعشي بدري وما يقعدش بقى يسهر قدام التلفزيون للصبح ومش عارف في ماتش في فيلم في مسلسل في كلام فاضي من الكلام ده، لا يعمل حسابه ويصحى بدري ويجي عشان يحضر قداس من الاول. يبقى انا حضرت، تفاعلت، تناولت، 3 مستويات. كلام او رغبه، ما هو الكلام زيه زي الرغبه زي النيه، يعني حاجه امنيه نفسي اعمل حاجه نفسي، يبقى دي نمره 1 يعني جيت. طب تاني حاجه انا متفاعل بصلي ومبسوط وفرحان في القداس، حتى لو سرحت مره بعيد كده الاقي ايقونه، الاقي صوره، الاقي حتى صليب على الحيطه، الاقي ابونا واقف، الاقي الشمامسه، ابتدي ارجع لتركيزي تاني. يبقى انا بفكر، عندي امنيه، عندي رغبه، حولتها الى فعل، جربت الحاجه، وفي الاخر الثمر ايه؟ ان انا ادخل اتناول فاتحد مع المسيح، بقيت انا والمسيح ايه؟ واحد، ثابت فيه وهو ثابت فيه. حتى شريعه ربنا، كتاب ربنا وكلمه ربنا برضو مر بال3 مستويات دول. اول حاجه كان في حاجه اسمها الشريعه الادبيه، يعني ربنا لما اخطأ ابونا ادم ومنا حواء، انتوا عارفين راحوا يغطوا ويستروا نفسهم بورق ايه؟ التوت، فربنا قال لهم التوت ما ينفعش، فراح ربنا جاب لهم اقمصه من ايه؟ من جلد. يعني ايه اقمصه من جلد؟ يعني كان في ذبيحه، وربنا خد جلد الذبيحه وقال لهم ايه؟ ده اللي هيستر عورتكم. ده كان طبعا رمز لايه؟ لذبيحه مين؟ السيد المسيح. هنا ربنا عرف ادم ان في حاجه اسمها ذبيحه، وان بدون سفك دم لا تحدث ايه؟ لا تحدث مغفره. فابتدى يعلموا حاجات، يعرفوا الشريعه من غير ما تتكتب. وعشان كده واحد زي يوسف الصديق قبل كتابه الوصايا وكتابه وصيه لا تزني، هو نفسه قال لامراه فوطيفار ايه؟ كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ ايه؟ عرف منين ان الزنا خطيه؟ ان كان في شريعه ادبيه ربنا سلمها لادم وادم سلمها لاولاده، فكلهم عارفينها بس مش مكتوب. ده المستوى الاول، كلام، فكر. طب اتحول الكلام والفكر الى فعل. لما ربنا لقى الشعب مش بيسمع الكلام ولا الوصايا، راح جاب لهم حجرين من حجاره وكتب لهم الوصايا بالنص قدام عينك اهي. يبقى الكلام اتحول الى ايه؟ الى فعل. تحت حجاره الوصيه يدخل بقى ايه؟ كلمه ربنا اللي مكتوبه على حته حجر، على شقفه فخار،
على جلد غزال، على اي حاجه، حتى اللي مكتوب في الكتب. كويس كده؟ لان الكتابه كانت ابتدت تظهر يعني، لحد ما جه السيد المسيح نفسه كلمه الله حي في وسطنا، والله صار ايه؟ جسدا. فيبقى كلمنا بنفسه. عشان كده ربنا اللي حط الشريعه هو اللي بيتكلم. وعشان كده كان بيقول ايه؟ سمعتم انه قيل ايه للقدماء كذا كذا، اما انا فاقول. ازاي هو يقول؟ ان هو اللي حط الشريعه الاولانيه، وهو الله الكلمه المتجسد. فيبقى كانت كلمه اصبحت فعل مكتوب على حجاره، وبعد شويه جه الله نفسه حي في وسطنا، مش كده؟ عشان يجني الثمر. وعشان كده على الصليب قال ايه؟ قد اكمل. برضو نفس الكلام في الممارسات الروحيه، مش بس التدريب الروحي. ممارسات روحيه ايه؟ بتصلي، بتصوم، بتقرا الانجيل، بتعترف، بتمارس اي سر من الاسرار، سر التناول. لازم تمر بالثلاث مراحل. عندي هدف، انا بصلي، فانا بصلي ليه؟ عندي هدف بصلي له. عشان كده من الحاجات الحلوه اللي تمنع طياشه العقل في الصلاه، ان انا كل صلاه اصليها لازم اوجد موضوع للصلاه. قبل ما ادخل اصلي، حضرتك قبل ما تصلي وحضرتك اسال نفسك انت هتصلي النهارده ليه؟ عندي كذا وكذا 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 وكذا. انا ممكن ما يكونش عندي حاجه مهمه قوي، يعني مفيش حد مريض قوي، مفيش حد في امتحان، مفيش كذا، بس احنا نوجد موضوعات الصلاه. يعني احنا في صلاه الشكر بنشكر ربنا، نقول له ايه؟ لانك ايه؟ سترتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك، اشفقت علينا وعاضدتنا واتيت بنا الى هذه الساعه. يا سيدي لو ما عندكش حاجه ملحه، اطلب من ربنا يكمل ستره عليك، ويكمل رعايته ليك، ويكمل حفظه ليكي، ويكمل يعني معونته ليكي وقوته ليك. مش دي كلها حاجات بنحتاجها ولا ايه؟ فيبقى اوجد الهدف. نمرة 2، امارس. انا نفسي اصلي، انا بقالي 3 اشهر بقول نفسي اصلي، على فكره ما صليتش ليه؟ يبقى كلام لازم يتحول الى ايه؟ الى فعل. ودايما ادي التدريب ده لحد يقول لي ايه ده؟ انا جيت انام وحطيت راسي على المخده وقلت ياه ده انا نسيت اصلي. ما تقولش بقى بكره هصلي، بكره يا رب هعوضك الضعف، هديك الضعف، يعني بدل ما اصلي باكر اصلي باكر والتالت. لا، قوم وصلي، ان شاء الله تصلي ابانا اللازم. انهي يومك مع ربنا. يبقى انت عملت ايه؟ حولت الرغبه والامنيه، مش كده؟ الفكر الى ايه؟ الى فعل. طب انا صليت، يعني الاول كان نفسي اصلي، صليت الحمد لله. تاني حاجه، طب تالت حاجه، بعد ما اخلص الصلاه اسال نفسي هو انا اتعزيت من الصلاه؟ انا حسيت ان ربنا سمعني؟ انا حسيت ان قلبي كان مع ربنا وفرحت؟ ما هو الصلاه اللي فيها تعزيه انت اول واحد، انت اول واحده تحس بيها، تحس انك فرحان. انا داخل اصلي وانا قلقان وانا تعبان وانا خايف وانا متوتر وانا يعني مرعوب من حاجه، شايل هم حاجه، ولما صليت حسيت بسلام كبير قوي. يبقى هنا في ثمر للصلاه. لكن كما كان هكذا يكون، دخلت زي ما خرجت، يبقى في مشكله. عشان كده برضو اي ممارسه روحيه، القداس دخلت خرجت، لازم تلاقي فيه تغيير، لازم يكون فيه ثمر في حياتك. 3 حاجات: فكر وفعل وثمر. تعالوا بقى في ثواني كده نحط محددات 3 برضو لكل حاجه. الفكر، هو غلط ان انا افكر؟ لا مش غلط ان افكر، ده انت ضروري تفكر. العامه اخذوا مثل وقالوا العبد في التفكير والرب ايه؟ عارفين المثل ده اصله من الكتاب المقدس. يقول كده يا سليمان الحكيم في سفر الامثال: الانسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطوته. ربنا ادانا عقل عشان نشغله، مش عشان نقفله بالضبه والمفتاح، نشغله. لو ما شغلتش عقلك ربنا مش هيشتغل معاك. الطلبه اولادنا في ثانويه عامه كانوا لسه هنا وبنصلي لهم ونطلب من ربنا يديهم نعمه وقوه. لو طالب ذاكر ربنا يشتغل معاه، لو طالب ما ذاكرش ربنا مش هيشتغل معاه. ربنا مش ظالم عشان يدي الواحد يعني ثمر وهو ما زرعش، مش كده ولا ايه؟ لكن اللي تعب وزرع وقلع واهتم وسهر وسقى ربنا لازم ايه؟ يديله ثمر. فيبقى الفكر ده من عند ربنا، وربنا لازم ايه؟ يقول لي شغل دماغك، فكر. الانسان يفكر في طريق. طب افكر ازاي؟ هما 3 كلمات سهلين قوي عشان نحفظهم. لازم فكرك يكون منظم ومتكامل. يعني ساعات في ناس بتفكر بس بتفكر في الاتجاه ده،
ما شافش الناحيه دي فيها ايه، ولا شاف الناحيه دي فيها ايه، ولا شاف الناحيه دي فيها ايه. لا، عايزين فكر منظم ومتكامل. نمرة 2 فكر مرشد، وعلى فهمك لا تعتمد. ساعات الواحد بيركب دماغه ودماغه ايه، ممكن توديه الى التهلكه، مش كده ولا ايه؟ لا، ما خاب من استشار، والكتاب يقول الخلاص بكثرة المشورة. عايز تنجح في عمل استشير، عايزة تنجحي في خدمة، حتى لو كانت خدمة عايزين نعملها نستشير ونسأل ونحسبها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ونسمع آراء كل الناس. يبقى منظم ومتكامل وفكر مرشد. وآخر حاجة فكر مرضي. أي حاجة هتعملها أو عايزة تعمليها تكون الأول ترضي ربنا وتريح اللي حوالينا. مش أنا عايز أعمل حاجة أنا أستريح وأطلع عين اللي حواليا، مش كده ولا إيه؟ ما كنش أنا سبب ألم وتعب للناس. يبقى الفكر محدداته 3: منظم ومتكامل ومرشد، ونمرة 3 مرضي لربنا وللآخرين. وما دام بترضي ربنا واللي حواليك، أنت نفسك إيه، هتتمتع برضه بإيه؟ بالفرح. طب نيجي للفعل. الفعل إيه محدداته؟ 3 حاجات. أول حاجة متدرج. يعني ما فيش واحد يقول لك إيه، أنا عايز أعمل مثلا تجارة، عايز أفتح محل، ده أنا لو هفتح كشك حتى. ما فيش واحد بيجي في يوم وليلة يقول لك أنا حطيت بضاعة مش عارف ب10,000 جنيه مش باينين، أنا هروح أستلف 1,000,000 جنيه عشان أملى الكشك بضاعة ولا المحل بضاعة أو التجارة بتاعتي. ما فيش حد يعمل كده. كل حاجة عايزة إيه؟ تدرج. ينبغي أن الإنسان لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى إيه؟ التعاقب. ابتدي حبة حبة وانجح وحقق نتيجة، وبعدين كبر، لكن مش في ثانية كده الواحد هيطلع. كان في مقولة قريتها بتقول الذين صعدوا إلى قمة الجبل لم يهبطوا من فوق، لكنهم صعدوا بعد آلاف درجات السلم عشان يوصلوا لقمة الجبل. مفيش حد بيطلع على القمة، بيبتدي يطلع إيه؟ سنة سنة، سلمة سلمة. إيه بقى محددات الفعل؟ التدرج. نمرة 2 المرونة. ساعات الواحد بيعمل حاجة أو يبتدي يعمل حاجة، يلاقي مشكلة، يتصد نفسه، يروح إيه؟ منسحب. ده ما ينفعش. ده أنت لازم تقاوم، لازم تحارب، لازم يعني تكون فايتر كده. مفيش حد ناجح في حياته إلا لو كان كده. أما بقى اللي على طول بيرجع، اللي على طول بيسلم، اللي على طول يرفع الراية البيضاء، مش هينجح أي صمت، مش هينجح. يبقى لازم تكون مرن. ما نفعتش السكة دي نجرب سكة تانية، ما نفعتش السكة التانية نجرب سكة تالتة. عشان كده حتى في التخطيط وفي التنظيم يقول لك دايما في حاجة اسمها إيه؟ بلان A وبلان B وبلان C وبلان D. يعني جربت خطة ما نفعتش، عندي خطة جاهزة بديل. طب أنا مثلا عايز أسافر اسكندرية مثلا، يعني خدت عربيتي مثلا، أو قلت بلاش العربية عشان ما أتعبش، أنا أركب إيه؟ ميكروباص عشان أوصل بسرعة، أو هركب قطر. فرحت محطة مصر، ركبت القطر، لقيت القطارات فيها مشاكل ومفيش حجز، قلت بروح اخد ميكروباص. طلعت على الزراعة، لقيت الطريق واقف، رحت نازل. في الاخر عملت ايه؟ رحت راجع بيتي واروح اخد العربية بقى وما بدهاش. عندي خطة بديلة لدي، والبديل لي بديل، والبديل لي بديل. لكن يا ده القطر ما لقيتش حجز، طب انا مروح بقى ومش هعمل حاجة. لا. طب لو انت محامي وعندك قضية، طب انت لو راجل عندك شغل هتروح تكلم حد في شغل، لو انت وراكي مثلا مجامله هتجامليها، ولو ما جاملتيش الناس هتزعل. ما لقيناش دي تنفع، نلاقي دي تنفع. هي دي المرونه. واحد عمل مشروع، عمل اي حاجه، وبعدين لقى 100 واحد قلده، فالحكايه باظت منه. عندي استعداد اغير واعمل حاجه تانية. هي دي المرونه. جربت اكلم واحد يعني في بيني وبينه خلاف، ما قبلش مني الكلام، خلصت على كده؟ لا، اشوف حد تاني يتدخل، اشوف حد تالت يتدخل. ده السيد المسيح قال كده، اذا اخطا اليك اخوك اعمل ايه؟ اذهب وعاتبه، فإن لم يسمع منك فخذ 2 أو 3، فإن لم يسمع خذ الكنيسة، فإن لم يسمع فليكن عندك كالوثني والعشار. شوفوا كم طريقة بديلة عشان أحل مشكلة. متدرج، مرن، وآخر حاجة مثابر. اللي عايز يعمل أي حاجة، خدمة، عايزين نعمل خدمة مرضى، عايزين نعمل خدمة تربية كنسية جديدة، عايزين نعمل نشاط جديد، عايزين نعمل أي حاجة، لازم يكون عندك إيه؟ بال طويل ونفس طويل، وعندك إصرار وعزيمة. ثالث نقطة اللي هي النتائج، برضو ليها 3 محددات. أول حاجة إن النتيجة أو الثمر لازم يكون حقيقي.
مش بضحك على روحي. فاكرين لما بقول لكم انا الحقيقه اتعرضت لاكتر من واحد عمل مشروع وعمل محل وعمل كذا وعمل كذا، فجاه اقول له اخبارك ايه؟ هو مش مركز، مش جريء. فقلت له لا، انت جيت تاخد رايي، انا رايي اهو، تعالى بقى نقعد بقى ورقه وقلم. انت حطيت راس مال كام؟ كذا. طب انت النهارده بقى لك شغال قد ايه؟ سنتين. طب قول لي انت حققت ايه؟ تيجي تحسب بالارقام تلاقيه بيخسر. قول له ده انت لو حطيت راس المال ده في البنك مثلا السنتين دول كان جاب لك فايده قد كده، انت بدل ما تجيب فوائد انت بتخسر، يبقى المشروع ده ايه؟ لازم يقف فسد فورا فورا. بس ساعات تبقى المشكله مش في المشروع، تبقى في مين؟ اللي بيعمل المشروع. مش كل الناس تنفع تبقى اصحاب مشاريع، عشان بس نبقى متفقين. فهو بيخدع نفسه، او يعني استسلم للفكره. هو خلاص سيستم نفسه، بيصحى الصبح يفتح الدكانه، يقعد لاخر النهار، يقفل الدكانه، يروح اي قرشين موجودين ياخدهم يمشي البيت. لكن الدنيا ما تمشيش كده. يبقى عايزين ثمر حقيقي وليس ايه؟ خداع. في حاجه في العلم الاداره اسمها الاداره بالنتائج او بالاهداف. انت قلت انا عملت ده عشان كذا، فين كذا؟ مفيش، يبقى الموضوع ده فاشل، ما ينفعش. السيد المسيح نفسه قال لتلاميذه ارسلتكم لتاتوا ايه؟ بثمر. وقال لك ايه؟ تاجر واربح. فاكرين مثل الوزنات؟ واحد خد 5 جاب 5، التاني خد 2 جاب 2. طب اللي خد واحده ودفنها في التراب قال له ايه؟ ايها العبد، خدوا بالكم، الكسلان والشرير. كسلان يعني فاشل اجتماعيا، فاشل اقتصاديا، فاشل عمليا. امال الشرير ده بقى خاطي. عدم وجود الثمر وعدم وجود الربح يبقى فشل، يبقى خطيه، مش بس فشل، خطيه. لما تلاقي نفسك مش بتحقق نتائج، انت مش بس فاشل، ده انت خاطي، لازم تصلح المسار بتاعك على طول. نمرة 2، الثمر لازم يكون مستمر. عشان كده بعد السيد المسيح ما قال ارسلتكم لتأتوا بثمر، وقال بعدها ايه؟ ويدوم ثمر. يعني كل يوم ايه؟ يحط ايه؟ نتائج جديدة، اهداف جديده، ويحقق نتائج جديده، يحط اهداف تانية ويحقق حاجات تانية. اي حد ناجح مش بيحط هدف واحد، حط هدف نجح فيه يحط هدف تاني، نجح يحط تالت، وهكذا. اخر حاجه متجدد. لازم اغير من النشاط بتاعي، ولازم اعمل له تطوير كل شويه، لان السوق صعب. ده حتى في الصلاه ساعات الواحد يقول لك ايه؟ انا ما كنتش بعرف اصلي، ابتديت اصلي كويس، بس بعد شويه ابتديت ازهق. يبقى عايز طريقه جديده في التعامل مع الصلاه، مش كده ولا ايه؟ 3 حاجات اتعلمناهم النهارده من العيد اللي احنا بنحتفل بيه 29 من كل شهر قبطي. قلنا ايه؟ فكر، عمل، وايه؟ ونتائج. الفكر 3 محددات: منظم ومتكامل، مرشد من ربنا ومن الآخرين، ومرضي لربنا والآخرين. الفعل متدرج، مرن، مثابر. وآخر حاجة النتائج تكون حقيقية وليست أوهام، ملموسة الكل يحس بيه، وبعد كده مستمرة ومتجددة. لإلهنا المجد الدائم أبديا، آمين. En sufeso broschumin, Kyrie eleison, Kyrie eleison.